كيكة السينابون. هاي الكيكة اللي بينحكى عنها ختمة ملف الكيكات. ما بعرف وين كنا عن هاي الوصفة، أكتر من رائعة. مو معقول شو طلعت مميزة. أول إشي عندي هون رح أحط 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيلا، كوب من السكر رح أخفقهم ليصير عنا خليط كريمي. وبعدين عندي حضيف نص كوب من السكر، ربع كوب من الزبدة، نص كوب حليب سائل، ونص كوب حليب مبخر. حضيف عليهم كوبين من الطحين ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. بعدين حضيف عليهم نص كوب من الجوز المشروش وهحركه بهالطريقة. رح اخد كوب منه واضيف عليه شوية من السكر البني، قرفة، كاكاو، زبدة وحليب سائل، وهحط لكم المكونات تحت الفيديو. رح اخلطهم كتير منيح بصينية الفرن. رح انزل عندي خليط الكيك وافرده كتير منيح عندي بهالشكل، وبعدين حضيف عليه عندي خليط السينابون اللي جهزناه، وبأي عود خشبي رح نعمل هاي الحركة، وبفرن على حرارة 180 40 دقيقة. رح نعمل الخلطة اللي فوق 8 مكعبات جبنة كريمي، و3 أرباع عندي علبة حليب مكثف محلى، ومعلقة صغيرة من القرفة. رح نخلطهم ونفردهم على الكيك بهالشكل، ونحطها بالفرن من دون ما نشغله ربع ساعة. وبعدين بنزينها حسب الرغبة، زينتها بكراميل وبشوكولاتة دهن وشوية جوز. وهاي عندي الكيكة بعد ما جهزت، ما بتتخيلوا لذاذتها. وصحتين.